اهلا وسهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطي لايك واشتراك للقناة وفعلي علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. ويلا بينا نبدأ الفيديو. مبدئيا كده كل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك عليكم وعلى الاسرة الكريمة اجمعين. آه يا رب تكون الايام دي مباركة علينا وعليكم ان شاء الله بإذن الله. ويلا بينا نخش في المطبخ ونشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده جبت البخاخة بتاعتي، حطيت فيها كلوريكس الوان اللي انا ما بقدرش استغنى عنه، وحبة خل وحبة صابون مواعين. هنا انا بوريكم الشباك عامل ازاي، كان متدمر. بصوا متدمر متدمر يعني. جبت البخاخة وقعدت ارش كده عليه بالبخاخة دي عشان تسيح لي شوية من التراب والدهون اللي على الشباك. وبعدين جبت البانيو بتاعي برضو، ده انا بحب اشتغل بيه. وخدت الفرشة دي معايا برضو، حطيت حبة من البرسيل ده برسيل كده كنت جايباه من عند الراجل بتاع الصابون. بصراحة بغسل بيه السجاد، حلو قوي وجميل بصراحة في النظافة. المهم حطيت منه كده حبة، وزقيت البوتاجاز كده شوية عشان اعرف اقف في الحتة دي كده عشان اعرف اتحرك. بصوا ادي الشباك اهو، خدته كده بالفرشة دي وهعمله معاكم كده حتة حتة. هتشوفوا الشباك بقى عامل ازاي. طبعا انا الفرشة دي جميلة وكل حاجة، بس للأسف هي ما كانتش مساعداني. كانت عايزة حاجة كبيرة شوية، يعني عايزة فرشة اكبر شوية. فانا دلوقتي اجيب الفرشة اللي هي بتاعت الشباك واكمل بيها بقية المطبخ. مش المطبخ، بقية الشباك اهو زي ما انتم شايفين كده. جبت اللي هي فرشة الشبابيك دي اللي كلنا عارفينها، وعملت الشباك كده من ورا ومن قدام ومن تحت ومن فوق وكله. برضو بنفس الخلطة ديت. عايزة اقول لكم الشباك يا جماعة كان مليان تراب ودهون. بصوا بقى جبت السلكة دي عشان اعمل الحيطان. بصوا انا المطبخ عندي كله مليان بخار. عارفين البخار بتاع الاكل مع الترابة بتاعت الشباك؟ هو كان كده بالظبط. حتى لو لاحظتوا هتلاقوا ان المية بصابون فيها لون رصاصي شوية، اللي هو التراب. انما انا الدهون يعني ما كانش عندي تقريبا دهون، بسيطة خالص خالص. كانت عند الكوبس اللي هو اللي جنب البوتاجاز بس. ساعات احيانا مثلا حاجات بتفلت مني كده ما باخدش بالي منها. ممكن مثلا او اكبر واقول مثلا بعدين اعملها بكره بتاع الكلام ده كله. وهي دي بس الدهون اللي كانت عندي جوه جنب البوتاجاز. لكن المطبخ كله ما فيهوش دهون زي ما قلت لكم، تراب ببخار الاكل وكده. المهم جبت بقى الفرشه دي. الفرشه دي جميله قوي، هما 3 مع بعض. لو رحتوا اي مكان ولقيتوهم هاتوهم. الفرشة دي عاملة زي الحديد، بتجيب لك الحاجات اللي هي في البوتاجاز الصغيرة خالص دي اللي من الجنب. بصراحة انا الجناب بتاعت البوتاجاز عندي كانت متدمرة بصراحة يعني، كانت متوسخة خالص. بس مسكتها دعكتها، دعكتها كده زي ما انتوا شايفين بالسلكة، وخليتها زي الفل. بس عايزة اقول لكم ان هي كانت نظيفة جدا. والبوتاجاز كان ناعم من كتر ما هو ندف، الجناب دي نتفت. اخدها كده بالفوطة. الفوطة ديت حلوة، بتسحب المية والصابون. حلوة قوي، عاملة زي البطانية كده، بتشفط. فالوبرة بتاعتها كانت حلوة قوي اهي، اللي انا وريتها لكم دي. وطبعا انا بغسلها مرة واتنين وتلاتة لان هي بتبقى متدمرة. بصوا الصابون اللي انا بشيله من على الشباك. وجبت البانيو هنا مليته مية، شايفين؟ عايزة اقول لكم الشباك يعني هو كده كده كان يعني، مش هقول لكم ان انا مش ايدي فيه، لا انا كنت عاملاه في العيد الصغير بس ما عملتوش تاني. بس بالنسبة ان هو يعني العيد الصغير من العيد الكبير مش كتير، مش كتير يعني ان انا ما اعملهوش يعني. المهم ان هو انا شايفاه، طالما انا شايفه كل حاجه واضحه، الرؤيه بتاعت مثلا الشارع، كل حاجه باينه من بره، هعرف ان الشباك ايه الاضاءه يعني ان هو نضيف اهو. بصوا والازاز نضفته. بص السيراميك بقى مرايه ازاي وبيلمع، تشوفي نفسك فيه. بصراحه انا خليته زي الفل اهو. وهنا برضو البوتاجاز، خدت الجناب بتاعته كده الحته اللي هي دي الجنب ده الجناب بقى بتاعت البوتاجاز دي اللي كانت متدمرة بصراحة. يعني دي اللي كانت فعلا فعلا محتاجة تتعامل كويس. لان انا بصراحة مش بعملها على طول. والتنظيفة اللي هي ورا البوتاجاز ورا الانبوبة
والحاجات دي كلها بعملها كل شهر، يعني دورية كده كل شهر او كل شهرين حسب ما الانبوبة بتخلص. لما الراجل بيجي يغير لي الانبوبة بعمل بقى ورا البوتاجاز وبظبط الدنيا. بقى في تراب والبوتاجاز بينزل حاجات كده صغيرة سودا اللي انتوا عارفينها دي، فالحاجات دي بكنسها كنسة محترمة. وبعدين بلمع الارض كويس جدا جدا وبسيقها وبخليها زي الفل. وكمان التربو احيانا بينزل لي بطاطس وبينزل الطينة بتاعة البطاطس والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها بتأثر وبتتبهدل الارض. فعشان كده هعمل معاكم فكرة التربو اللي هتشوفوها معايا في الفيديو دي. ممكن تكون في ناس كتير بتعملها بس انا بحب اعملها لسبب. انا التربو عندي ستانلس وابتدى وكمان مفتح كده، يعني الفتحة بتاعته كبيرة، فالبصل والحاجة بتسقط في النص كده، فبتقعد بقى تجريلي في ورا البوتاجاز ورا الأنبوبة والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فأنا منعا لكل ده وحفاظا على الاستانلس بتاع التربو، فبحب أزينه بالفويل كده يديني إضاءة وشكل حلو، وفي نفس الوقت كمان يحافظ لي على الاستانلس بتاع التربو. طبعا التربو دوت كان ايام ما انا اتجوزت، كان انا دلوقتي بقالي مش عارفه 11 سنه ولا 12 سنه. هو ادم عنده 11 سنه. المهم يعني من ساعه ما انا اتجوزت والتربو ده عندي، والحمد لله لحد دلوقتي انا ما اشتكيتش منه. هو خشب في ألمونتان في ستانلس، يعني 3 حاجات في بعض يعني. عايزه اقول لكم ان هو حلو قوي. انا كنت جايباه من فتح الله، عايزه اقول لكم كنت جايباه ب177 جنيه. تخيلوا، تخيلوا بصوا من كام سنه وكان بالسعر ده. وعايزه اقول لكم ان هو تربو محترم، يعني مش اي حاجه، مش اللي هو بقى البلاستيك اللي في السوق والحاجات الاستانلس اللي بتصدي وبترموها دي. انا بشوف ناس كتير عندها بيصدي وحاجات دي كلها، لا لا وحش جدا يا جماعه. انما اللي عندي ده اللي هو اللي هتشوفوه معايا في الفيديو ده، عايزه اقول لكم استعمال وعملي جدا، فعلا عملي. بس فطبعا هو مبقاش موجود دلوقتي، او ممكن يكون موجود بس يعني قليل، او مثلا ممكن تلاقوه في كارفور او في فتح الله. انا لما جبته من فتح الله، ما كانش معروض في المحلات ولا الكلام ده كله. بصوا البوتاجاز بقى مرايه، بصوا ايديا باينه فيه ازاي، خليته زي الفل. فاضل بقى عشان اكمل الشغل كله. قبل الشغل تظبيط الشغل. ايوه يا جماعه عشان نبقى متفقين، يعني زي ما احنا بنعرف ننظف نكمل بقيه النظافه كويس عشان الحاجه تطلع معانا حلوه وشكلها حلو. التلميع انا خلصت كده، عملت ورا البوتاجاز ورجعته مكانه. بص الحيطه بتلمع ازاي يا جماعه، انتوا شايفين البوتاجاز عامل ازاي؟ هو ده التربو اللي انا بحكي لكم عليه. هو 3 رف. دي كانت اكياس عندي، مثلا لما جوزي بيجيب لي حاجه فيها اكياس ولا بتاع بشيلهم بحطهم للباسكت بتاع الاوضه. وده الكوسترات اللي بنحط عليها السخن وكيس التلاجة وجوانتيات، حاجات زي كده يعني. فانا مخصصاها في الدرج الاولاني ده، بحب احط فيه الحاجات دي، وبعدين البصل والبطاطس. وبالنسبة للتوم باخد جنب البصل او جنب التوم كده، باخد له حتة كده واحط فيها ايه التوم. كده كده انا التوم حاطاه في البلكونة، فلما بعوز بيجيبوا لي العيال كام واحد كام راس كده، واحطها ايه عندي في المطبخ. مش محتاجة يعني التوم كله. بس المهم مسكت الاستانلس بتاعه كده، كان عليه برضو تراب كده ومدهن بصراحة عشان هو جنب البوتاجاز. خليته كده نضيفه زي الفل. وكمان البتاعة بتاعته دي خشب. هو زي ما هو خلصته. هعمل ايه، هنشفه بس كده عشان احافظ على نظافته برضو. المهم هعمل ايه، هجيب الورق الفويل. انا اصلا جايباه وعامله حسابي ان انا هعمل كده. انا كنت بعمل كده الموضوع ده على طول، بس لما بيكون عندي ورق فويل بعمل كده. ما عنديش بصراحة بحط اي كيس بلاستيك في النص عشان بس ما يوقعش حاجة، واي رملة اي تراب بتاع البصل او القشر والحاجات دي تقعد ما تنزلش يعني على بعض وتبهدل الارض. المهم جبت الورق الفويل كده بتاعي وحطيته كده زي ما انتوا شايفين، وهحطه كده على التربو. احط انا عندي مجرتين، في مجرة هحط فيها والتانية هسيبها. طب ليه هتسيبيها؟ علشان لما اجي احط الرف
يعرف يجري في المجرى بتاعته، لان انا لو حطيته مش هيمشي وهيقطع الفويل من البتاع الجرار، الرف الجرار، وهو بيدخل ويطلع. فهمتوني؟ ادي كده خلاص اهو خلصته. هرص بقى الحاجة بتاعتي. كان عندي الكوسترات دي زي ما قلت لكم. هرص الحاجة كده بنظام وكيس التلاجة، وكل ما عاوز حاجة هتبقى الدنيا مترتبة عندي وشكلها حلو. ونستعد بقى يا جماعة ان احنا نستقر كده ونفرش البيت بقى. الواحد تعب بصراحة. خلصت كده البوتاجاز وخلصت التربو وخلصت تلميع الارض تحت البوتاجاز والتربو. تعالوا بقى نشوف المطبخ والكارثة اللي جواه. بصوا مبدئيا برضو انا بقالي العيد الكبير العيد اللي فات الصغير، انا ما عملتش دواليب المطبخ. بصراحة ما اكدبش عليكم، انا عملت حاجات بسيطة كده من بره وخلاص. عملت يعني لمعت الحيطان لكن ما جيتش جنب المطبخ. المهم تعملي انت دلوقتي، هنزل الدولاب كله كده زي ما انتوا شايفين، وهدعكه بالسلكة، وارص الاطباق واغسلها كده غسلة محترمة، يعني شطفة مش غسلة. وارص بقى بنظافة كده عشان الدولاب كمان ياخد له ايه، حماية محترمة زي ما انتوا ايه شايفين كده قدامكم. بس وطبعا الضرفة اللي مفتوحة دي هي مش مفتوحة، دي مكسورة. وعايزة اقول لكم داخلة في ايه، من السنة اللي فاتت. من السنة اللي فاتت. طبعا انتوا عارفين الرجالة طبعا ما بتعملش حاجة، فيبقى الوضع على ما هو عليه. يعني خليه مفتوح كده. كأنه اسمه ايه ده، الدريسنج بتاع الملابس ده اللي بيبقى مفتوح على طول. فانا هعتبره كده يعني بصراحة. اللي هو الدريسنج روم ده عارفينه، هو بقى يبقى المطبخ كده، كيتشن روم. خليه بقى مفتوح على البحري كده. مشكلته انه هو مش مضايقني ان الضرفة واقعة ولا اي حاجة. بس المشكلة ان كل التراب، كل التراب وكل الدخان وكل الدهون بتخش جوه الضرفة. يعني انا وانا بغسل الحاجة كانت مدهننة. مش الكوبايات طبعا، الكوبايات عشان احنا استعملنا كل يوم فيها، فما عندهاش ما فيهاش حاجة. المشكلة بقى في ايه، في الحاجات اللي هي بقالي مثلا فترة ما استعملتهاش، هتلاقوها مدهننة. مدهننة يا جماعة من كتر ما الحاجة مفتوحة. ما فيش سيطرة وفي محكومة كده بالدولاب وبتاع، لا ما فيش. فربنا بقى يسهل لي الامور كده، واجيب الراجل بتاع الالمونتان يعمل لي الطرفه ويعمل لي السلك. لو فاكرين السلك بتاع اوضه النوم بتاعي برضو عايز اتغير. وكمان باب الحمام للاسف العيال بوظوه، والمفتاح ما بقاش بيفتح ولا بيقفل، ولا الباب بيسجر اصلا. فالراجل بتاع الالمونتان لازم يجيلنا يعني باقصى سرعه عشان يلحق ما ينق... ما ي... اسمها ايه ما ينقذ انقاذه يعني. المهم مكنة الزبادي مسكتها لمعتها كده، بس لقيت فيها صابون كده، فقلت اظبطها كده بايديا وانا واقفة. كنت مسحاها كده وعاملاها بالبخاخة. وده لانش بوكس، والعلب بتاعت الجبنة لما مثلا حاجة بعوز جبنة، وده قالب التلج. كان عندي علب فاضية كتير قوي اهي برصها فوق كده، ولانش بوكس وكوبايات، حاجات كده زي ما انتوا شايفين معايا. دي برصها في الدولاب، واللي انا مش محتاجاه يعني بحطه فوق خالص بعيد عن ايدي. والحاجات اللي طبعا محتاجاها دي بتبقى قريبة من ايديا. والاطباق دي بتاعت العيال بحطها لهم فيها لب ياكلوا السوداني اي حاجة ايه، فاكهة كده كل واحد طبق. بس وادي علب التلاجة اهي. وكده تبقى الدنيا قلستة القلستة اهو شايفين. ادي الدولاب اهو. اهم حاجة ان هو اتنضف. والرص اهو. انا طبعا بعدين بقى خدت بالي، قلت طب ما انا اللي خلاني احط العلبة دي تبقى واقفة كده، طب ما انا امسك العلبة الصغيرة اللي فوق دي احطها في قلبها، ما هو ده طقم كامل. بس للاسف يعني في اللي اتكسر وكده، ما بقاش فيه الا العلبة دي الصغيرة واللي فوق دي. فانا هشيلهم دلوقتي واحطهم في قلب بعض. و يعني شغلت مخي يعني. وادي الاطباق اللي احنا بناكل فيها، انا ما عنديش مطبقيه. الدولاب كان هو نظامه كده. بفكر ان انا ابقى اعمل لي واحده كده، عشان بدل ما الاطباق كده، انا كده كده بصفيهم مش بحط حاجه بميتها في الدولاب.
انا ما بحبش الطريقة دي. يعني مش عارفة، يعني فكروا كده معايا وقولوا لي ايه رأيكم. المهم، ادي بقى دي الكوبايات اهي. الكوبايات دي بقى اختي كانت جايبهم لي، قالت لي لا ده انا لازم اجيب لك كوبايات، لان انا يا جماعه كل كوباياتي اتكسرت. كل كوباياتي اتكسرت، ومفيش ومفيش غير المجات. معلش يا جماعه صوت العربيات، والله انا في الاوضه بس عشان مفتحه وكده فالصوت عالي. بس المهم ان انا هخلص كده، هخلص كده. معلش يا جماعه دودو، بس انا طلعتها بره عشان الصوت. هخلص كده معاكم الحاجات دي اهي، زي ما انتوا شايفين، يعني مش محتاجة اشرح لكم. البخاخة عاملة عمايلها وكانت مسهلة عليا. بصوا الضرفة يا جماعة المقفولة دي، بصوا بتلمع ازاي. ادي بقى الضرفة التانية اهي. كل حاجة كده متلمعة ونضيفة وزي الفل اهو، زي ما انتوا شايفين كده. يعتبر انا كده خلاص بفنش. فاضل بس ان انا ادعك كده واخلص الدواليب وارص. بصوا انا هنا بلمع اهو، الحاجة بقت زي الفل. شايفين؟ بصوا الدولاب بيلمع ازاي من جوه اهو. النظافة حلوة بلا استثناء بصراحة. بس ادي كده يعتبر انا خلصت. طبعا هو في تفاصيل كتير جدا، بس انا طبعا بجري في الفيديو لان انا تعبت بصراحة، تعبت جدا جدا. ما اقولكوش، وما تستهونوش ان الفيديو بيظهر لكم كده تك 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 بسرعة، لا لا، هو صعب. انا بمنتج وبجري مقاطع، وفي حاجات انا بعملها وبجيب لكم حتت صغيرة. فالموضوع مش بالسهولة دي والله خالص. انا تعبت. وحطوا لي بقى لايكات كتير، ما تنسوش اللايكات. اللايكات دي بتشجعوني فيها، وكمان تقولي كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد الاضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين. متنسوش اللايكات يا جماعة. يعني مش عارفة انتوا بتخسروا ايه يا جماعة، اللايكات دي والله ببلاش، يعني ما مش عارفة. المهم، حطيت البلاستيكة دي كانت بتاعت مطبقية كنت جايباها زمان، وللأسف رميتها. اتضايقت منها ومن كركبتها على الحوض. فخدت اللي هو الدرج بتاعها، لقيته حلو وشكله حلو وشيك وشفاف كده. قلت خلاص انا هعمله كده جوه الضرفة، واحط عليه كوبايات. عايزه اقول لكم ان هو شيك جدا ونفعني وشكله حلو قوي. قلت كويس خليه، بقاله سنين عندي يا جماعة. وبصوا حلو قوي. نظام مطبقية يعني بحط عليه الحاجة كده وخلاص. وده الدرج الايه، العلبة البلاستيك دي. العلب دي انتوا عارفين هي بتاعت التلاجة، بس انا مش حاطاها في التلاجة. انا بحط فيها كل الاسلحة بتاعت اللي اسمه ايه، الهاند بلندر بتاعي. حاطه فيه المبشره والسكينه والمضرب البيض وجهاز مضرب البيض، وكل الحاجات دي حطاها هنا، بحيث ان انا كل ما احس ان انا عايزه حاجه من ادوات الهاند بلندر او كده، اروح شاده العلبه دي واجيب منها الحاجه. وهنا المكرونه والرز والحاجات دي كلها اهي رصتها، والشاي والسكر والملح. وعندي الغطيان دي بتاعت حلل، انا مش بستعملها، دي الحلل دي فوق اصلا. فانا حطاهم ورا هنا، ورا الحلل الطقم الاحمر ده اهو. زي ما بقول لكم دي المبشره اللي بتقشر، وده الشفشق بتاع الهاند بلندر، وده اسمه ايه، الهون والمبشره الصغيره بتاعت التوم. دي بتاعت مضرب البيض اهي. بحط كل حاجه جوه الباسكت اهو زي ما قلت لكم اهو. وبعد كده احط المجموعه كلها هنا. بس كده. ايه رأيكم بقى؟ مفيش تسلم ايدك وشطورة على الحاجات اللي انا عملتها. بصوا بصوا يا جماعة، شايفين المنظر عامل ازاي؟ بصوا النظافة بتتكلم عن نفسها. وهنا اللحظة الجميلة اللي كل ست فينا بتحبها. الله يا جماعة، انا خلصت. انا بجد خلصت وخلصت.
بصوا البوتاجاز، بصوا الحيطة عاملة ازاي، الحيطة بتبرق بتتكلم يا جماعة. وادي البوتاجاز اهو، بصوا اهو، شايفين عامل ازاي؟ بصوا البوتاجاز بيلمع ازاي، كل حاجة فيه بتلمع، والفرن كده كده انا نضيف ايدي فيه على طول اهو. بصوا الشباك، بصوا المنظر، العماير باينة ازاي اهو. اضل بصوا اهو، خلصت. وادي التربو، ادي التربو اهو، والحاجة فيه، ادي التربو خلاص، البصل وكل حاجة اترصت فيه وكده خلاص. شايفين؟ خلصت كل حاجة، حطيته كده زي ما انتوا شايفين. بصوا شكله حلو ازاي اهو. ادي الفتحة بتاعت المطبخ، مفيهاش حاجة غير الطفاية والفازة الصغنطوطة الحلوة دي، وباكت النعناع، والكتل مغسول وزي الفل، وحاطه فيه ميه عشان هعمل لي كوبايه شاي. لازم اكافئ نفسي واكل لي واحد كتاكيتو عشان انا شطوره وخلصت المطبخ كله. شفتوا بقى انا شاطره ازاي؟ مين بقى ما خلصتش المطبخ؟ يلا اللي مخلصتهوش بقى تروح بسرعه تعمله عشان تبقى شطوره زيي. انا خلصت الحمد لله، وعملت لي كوبايه شاي، وكلت لي واحد كتاكيتو عشان انا بعشقه. وكده انا خلصت والحمد لله. وادي الفرن لمعته برضو، بس هو عليه ميه ملطش ميه، همسحه دلوقتي بفوطه ناشفه يعني. والحوض اهو، فيش عندي معلقه، واخدين بالكم انتوا من المعلقه دي؟ مفيش معلقه اهو. بصوا، والحوض بيلمع، والرخامات والحنفيه. ويا انا في قمه مجدي وسعادتي. عقبال باقي الشقة يا رب، عقبال باقي الشقة يا رب. بصوا انا بالنسبة لي المطبخ خلص، الشقة خلصت. بصوا الشقة بقى تلميع وحاجات كده بسيطة. وادي الفيديو اهو قدامكم، وكده الحمد لله الفيديو خلص. اشوفكم في فيديو جديد، ويلا مع السلامة، كل سنة وانتم طيبين.